والله حالات قوية ياسر اللي هي يصاب بالجن، والجن إذا كان يتعرض إلى إصابة روحية الشخص عن طريق الأذى، يقع له نوع من اللبس، يفقد أثر التوازن. إذا كان فقد التوازن الروحي نتاعه البشر ينهار، وهذايا وقعت عديد الحالات اللي ربي وفقنا في العلاج نتاعها، وهو القرآن هو الأساس. ثماش أشياء أخرى تنجم يستعين بها الإنسان في العلاج دون الأدعية والرقية الشرعية. دون ذلك فهو شعوذة وحوايج ما عندهاش حتى قيمة في العلاج. للمظاهر الإصابة بالجن بلغتنا احنا يتسمى إنسان ملبوس، اللي هو القوة الروحية متاعه تعرضت للإصابة، ماهوش الجسد. خاطر برشا من الناس توا ماخذين مفهوم غلط على اللبس أو الإصابة بالجن، وهي كلمة الجن حاجة خفية، حاجة لا تظهر، يصاب إثرها الشخص وتوقع له نوع من فقدان للتوازن الروحي، ويقوم بحركات غير مسؤول عليها، ويخرج في صورة أخرى سواء الشكل متاعه يتغير، وهذه حتى من الأفراد العائلة يلاحظوها، وحتى من المقربين ليه يلاحظوا الشيء هذا، ويفقد التوازن متاعه وتصرفاته كل تتغير. هذا إذا كانت تمس عن طريق القوة الروحية، خاطر البشر يعيش بقوة روحية، قوة روحية وقوة جسدية يكونوا متوازنين. الشخص اللي تعرض إصابة بالسحر أو إصابة بالأذى يفقد التوازن الروحي. إذا كان فقد التوازن الروحي ينهار ويفقد تصرفاته الصحيحة، ويدخل في هستيريا، ويسيب حتى في الجبل، وما عادش يعرف من الصواب من الخطأ. وحالات كبيرة اللي تعرضنا لها احنا في المقر متاعنا.